احمد زاهر نزل ستوري على حسابه بيدعي فيها الابن تامر حسني ادم ربنا يشفيه، وبيدعي لبنته كمان ربنا يشفيها. بيقول اللهم انت الشافي المعافي، يا رب اشفي ادم ابن اخويا وابني، واشفي بنتي ملك شفاء لا يغادر سقما عاجلا وليس آجلا، فهو عليك فهو عليك هين وعلينا عظيم. يا رب ما تشوفوا في أولادكم أي حاجة وحشة، ويشفي كل مرضانا يا رب، اللهم آمين. وشكرا على محبتكم ودعمكم. وده كان بيشكر فيها برضو الناس اللي كانت بتكتب تعليقات جميلة لبنته إن بتدعيله ربنا يشفيها. وكمان كان بيشكر الفنانة فريدة سيف النصر اللي نزلت بوست على حسابها بتدعي فيه لبنته ملك، وكمان لابن تامر حسني. بتقول فيها يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم، اشفي لتامر حسني وبسمة ابنهم، وخليه لهم هو واخواته يا رب، وقوموا بالسلامة، واشفي لأحمد زاهر بنته واحفظها يا رب العالمين. فرد عليها الرد اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، بيقول لها شكرا يا حبيبة قلبي، كتر ألف خيرك، وما تشوفي حاجة وحشة أبدا في حياتك يا ستي يا أصيلة. هو كان بصراحة يعني ممتن جدا لكل الناس اللي كانت بتدعي لبنته، وكمان بالذات فريدة سيف النصر من الناس اللي فعلا قلبها طيب جدا وبتحب دايما الخير للناس. فهو كان فرحان ان هي بتدعي لبنته، وكمان يعني بتتمنى لها ان هي تقوم بالسلامة، وبتدعي كمان لابن تامر حسني ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. فحب ان هو يشكرها ويشكر كل الناس اللي بتدعي لبنته، وان شاء الله ربنا باذن الله يعني يشفيها ويعافيها. فربنا ان شاء الله يشفي له بنته، ويشفي كمان لادم تامر حسني ابنه، لان الفتره دي احمد زاهر فعلا قلقان جدا جدا على بنته، وخصوصا ان مفيش حد من الدكاتره لسه عارفين الحاله واصله لغايه فين، او ايه سبب المرض، او ايه هو اللي عندها بالظبط. محدش قادر ان هو يتوصل، فده اللي مخلي الموضوع صعب بشكل كبير جدا. وكمان موضوع ابن تامر حسني، موضوع ان الزايدة انفجرت، فده برضو حاجة صعبة جدا. يمكن الزايدة لو كانت بس فيها ألم واتشالت كانش هيبقى الموضوع خطير زي كده، لكن انفجار الزايدة أو انفجار المرارة بيكون من الحاجات اللي فعلا مؤذية جدا جدا لأي بني آدم. وده اللي خلى تامر حسني يطلع بعد كده ويكتب بوست ويقول ان يعني يوعي في الناس ان الناس لازم تاخد بالها من حاجة زي كده وما تستهترش بيها. لما تحس بأي تعب بسيط أو سخونة مفاجأة لازم ان هي تكشف، عشان خاطر تبقى عارفة يعني تلحق الموضوع من البداية، ما تستناش لغاية الموضوع ما يوصل للمرحلة دي، لأن بعد كده بيبقى الموضوع خطر جدا. زي ما كان برضو الله يرحمها إيناس النجار، كان عندها المرارة وانفجرت وأدت لوفاتها. ربنا يرحمها ويغفر لها، رغم ان هي كانت قاعدة مع اصحابها عادي جدا وكانت سليمة ومفيش اي حاجة خالص، لكن فجأة الموضوع قلب، يعني انفجرت ودخل بعد كده في غيبوبة وتوفت. فعشان كده الواحد لازم ان هو يكون او واعي، ولازم الحاجة دي ما نستهترش بيها، زي ما يعني ممكن الناس تستهتر بالموضوع او تحس انه حاجة بسيطة، لكن هو حاجة مش بسيطة أبدا. وممكن فعلا يعني لو الناس استهترت بيه ممكن لا قدر الله يؤدي إلى الوفاة أو تكون عواقبه خطيرة.